مش هتشتري العيش تاني بعد الوصفة دي. حضريه في الطاسة وهتشوفي الفرق. عيش طاسة بمكونات بسيطة وفي 10 دقايق بس. وفري فلوسك واعمليه في البيت زي المخابز. بجد جربيه وهتشكريني. وبما ان رمضان داخل علينا فهينفع معانا للسحور او للفطار. انزلي بقى بكيلو من الدقيق، انزلي بقى بمعلقتين كبار من السكر، وكمان معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة كبيرة من الخميرة، وهنا استخدمنا الخميرة الفورية. انزلي بقى تدريجيا بالمية الدافية. انزلي بقى ب3 كوبايات وتلت مية دافية. الاول نزلت بكوبايتين وبعد كده نزلت بالباقي تدريجيا. طبعا ممكن يزيد معاكي شوية او يقل معاكي شوية، يعني عجيني فيها كده لغاية اما يكون معاكي عجينة متماسكة. وهنا بقى لا عجنت بلبن ولا لبن رايب، هو عجننا بالمية وبس. عجينة العيش بتتعجن بالمية وبس. بجد انا عايزه اقول لكم ان من كتر ما هتجربيه هتدعيلي. هنا بقى واحنا بنشطف في العجن بتاعها هنحط معلقتين زيت هنكمل عجن فيها لغايه اما تلم معانا. تبقى كده خلصت. هنبدا بقى نسيبها ربع ساعه ترتاح، وهنبدا نكورها كور صغيره عشان الرغيف معانا يطلع حلو ووسط. الرغيف اللي انا كنت عاملاه وسط يا جماعه. هنرش بقى شويه رده، والردة دي بتتجاب من اي عطار. الردة دي بديل الدقيق يا جماعة، بدل ما نفرد على الدقيق بنفرد على الردة. بنكور بقى العجينة كل كورة ونبعد مسافة صغيرة. بتعمل معايا حوالي 24 كورة، يعني 24 رغيف. هنسيب بقى العجينة بتاعتنا تخمر لمدة نص ساعة، وفي نفس الوقت عشان تعرفي تفرديها براحتك ابدأي رش الردة بتاعتك بقى عشان تبدأي تفردي العجينة. هنبدأ نفردها، هنرش من تحتها ومن فوقها ردة. انا عايزه اقولك بنرشها من تحت ومن فوق عشان تسهل عليكي الفرد. وكمان من سر من اسرارها ان انتي لا ترفعيها قوي ولا تخنيها قوي، يعني تبقى وسط. انا عايزه اقول لكم كمان ان العجينه لو مرتاحتش معاكم كويس ما بتتفردش معاكم بسهوله جدا، لكن شايفين هنا بتتفرد معايا بكل سهوله علشان سبتها تتخمر وترتاح نص ساعه. ده بقى سمك العيش اللي احنا بنقول عليه. هنا بقى بعد ما فردت العجينة سبتها ترتاح كمان 10 دقايق. والسر ان انت تسيبيها 10 دقايق كمان ان هي بتعلى وسمكها بيفرد شوية، فبتنفش وبيطلع هش، يعني بيتنفخ معاكي بسهولة. وكمان عايزة اقول لكم ان هي لو رققتها قوي مش هترتفع معاكم، وكمان لو تخنتها هيبقى فيها البابة كتيرة. فهو سمكه كده حلو. هنسيبها بقى ترتاح زي ما قلنا 10 دقايق. بعد كده هنبدأ نقلب الرغيف على الكفين عشان ينزل الردة الزيادة، وهنحطه بقى على طاسة سخنة. وأول لما ينزل على الطاسة هنديله تشميعة، ونفضل نقلبه على الجنبين 5 ثواني 5 ثواني، يعني كل جنب 5 ثواني بالظبط. عديهم حتى على ايدك، يعني بنديله تشميعة في كل جنب 5 ثواني، عشان لو سبتيه وقت اكبر من كده هيتحرق من جنبه ممكن ما ينتفخش. وطبعا النار عندك بتبقى عالية، يعني مش وسط ولا واطية. وطول طبعا ما الرغيف موجود انت ايدك فيه، واول ما العيش بيبدأ ينتفخ بتديله تكة بسيطة كده عشان تساعدي في انتفاخ. يعني اول حاجة لازم تكون النار عالية، تاني حاجة الطاسة سخنة، وتالت حاجة ان لازم تقلبيه كل 5 ثواني. شايفين قد ايه العيش بينفش وبيطلع هش؟ مستحيل انه مش مخبوز في فرن. بجد لو اول مرة تجربيه هتتفاجئي قد ايه هو سهل وسريع. بجد ريحته وهمية والطراوة بتاعته خرافية. لازم تجربوه بنفسكم. بجد ببقى فرحانة قوي يوم ما بخبز في البيت واشوف النتيجة دي وتبقى مبهرة بالنسبة لي. شايفين النتيجة؟ عيش طري ومنتفخ بدون اي مجهود، اسهل من كده مفيش. ما تنسونيش بقى في لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وكمان شاركوني ارائكم في التعليقات. بجد مستنية كلامكم اللي يفرحني. سلام.